والله يا جدعان الله يخليك. تقول ايه لمصر؟ نزل. مصر يعني الحمد لله اتولدت من جديد. فرحان؟ طبعا. ايوه يا ريس. الو. تقول ايه لمصر؟ مبروك لمصر طبعا. تقول ايه لمصر؟ اقول لمصر مصر بقت حره وعندها كرامه، وكده كرامه مصر رجعت لها، وكده هنعيش حرين طول عمرنا. تطلب ايه من الشعب المصري؟ اطلب من الشعب المصري الاستقرار، وكل واحد يرجع لبيته، ونبقى دايما في امان، ومصر تفضل بامان. هل تعتقد ان المصريين قادرين ان هم يبنوا مصر من تاني من طبعا جديد؟ طبعا، وفي فتره ووقت قصير جدا جدا. يا عم بنوا الاهرامات مش هيبنوا مصر. تقول ايه للي بيقولوا ان مصر مش هتقدر، وان شعب مصر همجي وهرجلي؟ دول ناس منافقين، ودول ناس كدابين، ومصر طول عمرها حره، ومصر طول عمرها بتعمل، ومصر طول عمرها دايما قادره للنصر، ومصر طول عمرها دايما لقدام ودايما فوق. هل احنا محتاجين احمد عز وصفوت الشريف وابو العينين؟ طبعا لا، طبعا لا، طبعا لا. شكرا جزيلا. تقول ايه لمصر؟ الف مبروك، تستاهلون. انت منين؟ سوري. مبسوط؟ ايوه. تتمنى ان انتوا يحصل عندكم كده انتوا كمان؟ ليش؟ احنا نحبه. طيب. تقول ايه لمصر؟ الف مبروك، هم ونزاح. تقول ايه لمصر؟ مبروك عليك. مبروك الف عليك. مبروك. تقولي ايه لمصر؟ مصر كلنا بنحب مصر. معانا سيدة الأعمال القطرية منى ستريتي، هيطلع على اليوتيوب خدي بالك. اوكي. هتقولي ايه لمصر؟ تقولي ايه لمصر يلا؟ احيي الشعب واحيي الصمودة، وهذا اساسا سوف يسجله التاريخ. مصر اثبتت ان لسه فيها خير، ولسه فيها شباب فعلا يعتمد عليهم، وان احنا اساسا مصر ما ماتت وسوف تبقى، وهي اثبتت قبل ودلوقتي هتثبت وبالمستقبل هتثبت، وكلنا معاكي. طب انت ليه كخطرية فرحانة للمصريين؟ لانه انتصار عربي، مش انتصار مصري فقط، انتصار للعرب وللمسلمين ولقوة صمودهم ولقوة اساسا تحملهم ولمطالبة حقوقهم. يعني ده مش بس انتصار مصري، انتصار عربي.